الفاشونيستا الكويتية فوز الفهد واجهت لحظات رعب حقيقية خلال تواجدها في الإمارات، للدرجة اللي خلتها تندم على إنها كانت متواجدة في وقت الفيضانات والسيول اللي حصلت، واستنجدت بالجمهور يلحقها بعد ما استخبت هي والعاملين في الفيلا فوق السطوح. مش بس كده، ده كمان من شدة لحظات الرعب اللي عاشتها فوز جمهورها ما كانش عارف يساعدها ازاي، وفي منهم عرضوا على فوز إنها تيجي تسكن معاهم لحين تحسن الوضع. يا ترى مين هي فوز الفهد وإزاي فلوسها غرقت في دبي؟ وإيه علاقتها بجوزها اللي غايب عنها واتقبض عليه بسبب قضية كبيرة؟ هنقول لكم كل التفاصيل دي في الفيديو ده، بس خليكم معانا. في البداية خلينا أقولك إن فوز الفهد خبيرة تجميل مواليد التسعينات، وكمان مدونة موضة وأزياء وفاشونيستا كويتية، وبتعتبر من أشهر الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي في عالم الجمال والأناقة من بداية نشاطها في عام 2014. طبعا نشاطها على السوشيال ميديا حقق لها شهرة وانتشار كبير لدرجة إنها غضبت جدا من الناس اللي بتقول إن دخلها من السوشيال مليون دينار كويتي، وقالت هل علشان عندي مليون متابع يبقى دخلي مليون دينار؟ فوز الفهد ندمت كتير لأنها بتصرف مبالغ مالية على شراء الملابس، زي مثلا إنها اشترت سترة بسعر خيالي بلغ 133 ألف دولار أمريكي. الفاشونيستا الكويتية فوز الفهد زي ما قلنا لكم عاشت الفترة اللي فاتت لحظات رعب حقيقية خلال تواجدها في إمارة دبي، وده في الوقت اللي فيلتها اللي أجرتها هناك غرقت تماما من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية القوية جدا اللي شهدتها الإمارات نتيجة منخفض جوي اسمه منخفض الهدير. لحظات الرعب اللي عاشتها فوز خلتها تطلع السناب شات تستنجد بجمهورها وسط الأجواء المخيفة اللي كانت عايشة فيها هي وأطفالها، وأحاطت بمكان إقامتها من كل مكان. وعن طريق سناب شات فوز وثقت دخول الأمطار جوه فيلتها في المكان اللي هي قاعدة فيه هي وأولادها، وقالت إن هي ما قدرتش تنام طول الليل بسبب غرق الفيلا. مش بس كده، ده كمان فوز قالت إن لحظات الرعب اللي كانوا فيها خلتها تلجأ هي وأطفالها وكمان العاملين في الفيلا للطابق العلوي علشان يستخبوا فيه من الأمطار، مؤكدة إن الوضع كان مخيف جدا جدا ليها ولأطفالها. لحظات الرعب اللي عاشتها فوز جت بعد وقت قصير جدا من إلقاء القبض على زوجها رجل الأعمال عبد اللطيف الصراف وإحالته للسجن المركزي لأنه أصدر شيكات بدون رصيد بمبالغ ضخمة جدا حوالي 70 مليون دينار كويتي. والخبر ده كان سبب في ضجة كبيرة جدا حصلت على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. مش بس كده، ده كمان في وقت الضجة حوالين حبس عبد اللطيف الصراف اتقال كلام على إن اللي اتقدم بالبلاغ ضد رجل الأعمال الكويتي هي زوجته فوز الفهد، وكان معاها مجموعة آخرين اتفقوا إنهم يقاضوا الصراف بعد ما أخذ منهم 70 مليون دينار. لكن الكلام ده استمر فترة في غموض محدش عارف حقيقته ايه، لحد ما خرجت فوز ونفته بطريقة غير مباشرة وذكية في نفس الوقت. فوز نفت الكلام ده بإنها نشرت مقطع فيديو على حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، وظهر في مقطع الفيديو ده بوكيه ورد في منتهى الشياكة، وفوز علقت على مقطع الفيديو وكتبت شكرا حبيبي، ودي الجملة اللي وضحت بيها إن البوكيه ده بعته ليها جوزها للاحتفال بافتتاحها لفرع جديد لبيع منتجاتها الخاصة بالتجميل والأزياء. ومن ساعتها أخبار فوز وجوزها حل عليها الصمت التام، حتى قضية 70 مليون دينار ما تمش الإعلان عن أي تفاصيل خاصة بيها، خصوصاً إن القضية حتى الآن من شهر فبراير الماضي ما زالت قيد التحقيق وما تمش الفصل فيها. بس الغريب إن دي مش أول وقعة سرقة أو فساد يتهم فيها رجل الأعمال عبد اللطيف الصراف.
ليه بقى؟ لأنه ليه وقعة تانية شهيرة جدا في وقت سابق لما تم تداول أنباء عن قضية فساد كبيرة جدا اتهم فيها بسرقة 12 مليون دينار كويتي، ووقتها الخبر ده أثار ضجة كبيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. وعبد اللطيف الصراف هو رجل أعمال كويتي في أواخر العشرينات من عمره، اتجوز فوز الفهد اللي أكبر منه ب7 سنين سنة 2020 وخلف منها طفلين أحمد وفوز. واتشهر رجل الأعمال الكويتي عن طريق منصة إكس اللي كانت سبب فعلي في شهرته، وده بسبب طبيعة عمل زوجته فوز في السوشيال ميديا والأزياء على مدار سنوات. يا ترى سمعت عن النجمة الكويتية قبل كده؟